يا ابني يا حبيبي افهم، خلاص خلاص. انا وهو خلاص قطعنا كده. مفيش كلام تاني والله. انت مش عارف ليه مش مصدق. خلاص انا قلت لك قطعت معاه كلامي يبقى خلاص. بص يا باشا، انا عارف ان دي صداقه وكل حاجه وعيش وملح وكل ده، بس دلوقتي انا مثلا بقول لك ايه، يعني انت لسه هتقابل ناس يعني بقول لك ده خلاص. خلاص صداقه بيني وبينهم خلاص انتهت خلاص. قال لي خلاص قفل على الموضوع عشان انا بجد مش طايق سيرتهم ولا طايق. انا اتخنقت. قلت لك صداقه وراحت لحالها خلاص بقى، مش عايزك تفتح الموضوع تاني بعد اذنك. يا حبيبي، عامل ايه يا صاحبي؟ اخبارك ايه؟ بقول لك النهارده احنا نازلين. ها يا ابني انت اخويا، يا ابني انت مش عارف معزتك في قلبي عامله ازاي. خلي بالك اقسم بالله انت اخويا، انت اخويا يا ابني. عمرنا ما عملت اللي انت بتقوله ده. اخويا اخويا بجد يا ابني، انت اخويا يا ابني، يا ابني انت اخويا. انا بحب بموت فيكي بعشق يخرب بيت. اي اصحاب دايما بيقعوا في مشاكل مع بعض، فاحنا لازم نتفاهم المشاكل دي ونروح ونيجي كده، ما نبقاش قاطعين كده على بعض على طول كده. فاهمني ازاي؟ احنا اخوات يا عم، ما بيناش الكلام ده والله، والله العظيم. انت حبيب اخوك، انت حبيب اخوك. ما تنساش بس النهارده نازلين ان شاء الله بالليل. ماشي ماشي، يلا سلام. اخويا والله والله العظيم.